لما تتزنق في موقف زي ده في الامتحان هتعرف تتصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم في فيديو جديد من سلسلة التحسين. عارفة ان انا بدأت السلسلة دي بقالي كتير وما كملتهاش بسبب الامتحانات، بس انا جايه اقول لكم النهارده ان انا الحمد لله خلصت الامتحانات والنتيجة طلعت وجبت امتياز. فباركولي في الكومنتات وقولوا لي اقتراحاتكم للمادة الجاية، عشان النهارده هنتكلم عن الفيزياء. المادة دي حرفيا يا جماعة انا كنت بكرهها، كنت بحاول فيها كل حاجة لدرجة ان انا سمعت كل المدرسين وجربت كل حاجة فيها، وكنت بتمنى ان اجيب 58 من 60. فاني الحمد لله اخلص ثانوية عامة 2023 واجيب فيها 60 من 60. لازم اقول لكم انا عملت فيها ايه، رأيي في امتحانات اخر السنة، المصادر المجانية اللي ممكن تلم فيها الفيزياء، وازاي في نص السنة ترفع مستواك من هنا لهنا. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر عشان في حاجات مهمة جدا في اخر الفيديو، واعملوا لايك للفيديو ده علشان نوصله ل 10000 لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة ودي هنثبتها في كل فيديو من سلسلة التحسين هي البرين دمب، او ان انا افضي دماغي واخلص على التوهان اللي جواها، ما بقاش حاسس ان الفيزياء مكركبه وخلاص. انا عايز اعرف بالظبط ايه نقاط ضعفي في الفيزياء. فهعمل ايه زي ما هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي. اول حاجه انا ببدا احدد ايه الفصول اللي انا خدتها في كل فصل. في دروس، هي الدروس دي اللي انا كروتها، كان في اجزاء منها انا تعبانه فيها فما ذاكرتهاش كويس. ايا كان الفصول دي او حاجات مثلا انا ما خدتهاش خالص، فالحاجات دي انا بحددها. الدروس دي ممكن يكون هي صفحه واحده اللي معطلاني، فليه اشغل بالي بالدرس كله لما انا ممكن اخلص الصفحه دي وبعد كده اراجع مراجعه سريعه على الدرس. كده ركزت دماغي على نقطه واحده وما شتتهاش في اتجاهات كتير. فده اللي انا بعمله، اتجه للمربعات الاصغر، وان انا خلاص حددت من كل درس صفحه كذا واكتب رقم الصفحه دي. طيب خلصت البرين دامب بتاعي وخلصت كل الحاجات اللي ضايعه مني في الفيزياء. هاجي في المخطط الاسبوعي بتاعي، واعملوا مخطط اسبوعي يا جماعه، ومن بدايه شهر 2 لازم تكونوا محددين لكل اسبوع ماده كده تخلصوا المتراكم بتاعها. بتحبوا ان انتوا تمشوا المتراكم بتاع المواد كله مع بعضه، تمام مفيش مشكله. بس انا كنت بفضل ان انا مثلا الاسبوع ده اسبوع الفيزياء، بحيث ان انا دماغي تبقى متركزه على الحاجات الزياده انا هعملها كمجهود اضافي يعني للفيزياء، وهكذا. فانا حددت ان الاسبوع ده خلاص الفيزياء، فانا عندي الصفحتين قصاد بعض، بكتب في صفحه من كل ماده ايه المتراكم عليا فيها، والصفحه التانية عندي الاسبوع بكتب فيه الاول المواعيد الثابته بتاعتي، بحيث ان هي دي المواد اللي انا هذاكرها كشكل اساسي، ما ينفعش ان انا اتاخر فيها عشان ما تضافش المتراكم بتاع الاسبوع الجاي. وبعد كده اضيف بقى في الاوقات او الايام اللي انا حاسه فيها ان انا ما عنديش حاجات كتير، اضيف فيها درس او درسين من الفيزياء المتراكمين عليا على حسب الكميه. ما تقلشوا على نفسكم، ما تفكروش ان انتوا سوبر هيرو فهتخلصوا كل حاجه. حتى في الاجازه، لو انتوا دلوقتي بتسمعوا الفيديو وانتوا لسه في اجازه، برضو حطوا لليوم حاجه معقوله، درس او درسين بالكتير، علشان ما تحسوش ان انتوا مقصرين. في ناس بتخلص بالثلاث دروس والاربع دروس في اليوم، بس هم بيعملوا بطريقه ان هو سبيسد ريبيتيشن، ان انا المره دي هخلص الدرس بنسبه مثلا 25 30%، هاجي اذاكره تاني الاسبوع الجاي فهخلصه بنسبه 50%، وهكذا كل اسبوع هذاكره. بس انت مش ضامن كشخص مثلا بيحب يذاكر الحاجه مره واحده ويرجع لها بقى على الشوامل او كده، مش ضامن ان انت ترجع لها تاني. وايوه دي الخطوه التانية من ان انا ابدا الم المتراكم عليا، او ان انا احسن مستواي في ماده معينه، ان انا الحاجه اللي انا هلمها ديت بعد ما سمعت شرحها من مدرس انا بحب شرحه، سواء يوتيوب، سواء هو المدرس بتاعي اللي انا مشتركه معاه، سواء رحت للمدرس السنتر وخليته يشرحها لي تاني، ايا كان. انا برضو هرشح لكم المصادر كمان شويه. المهم ان انا ببدا اذاكرها من كتاب الشرح سريعا. مذاكره الفيزياء بان انا بتاكد من كل صفحه ان انا فاهماها وهي عارفه اراجعها كويس، عشان النظري يا جماعه يعني ما تهملوش النظري وتنتقلوا على طول على المسائل وخلاص انا حليت المساله دي وعرفت طريقتها يبقى انا كده خلاص ذاكرت الفيزياء. لا، ذاكر النظري كويس، مش بقولك احفظه ان انت تسمعه خلاص، لكن خليك متاكد انك فاهم. كنت بعمل كده ان انا كنت بسمع نص ساعه من الحصه، وبعد كده اسمع النص ساعه دي تاني بسرعه 2 وانا بكتب اللي انا فهمته من النظري، علشان بجد النظري مهم جدا ووقع ناس كتير في امتحان السنه اللي فاتت، وانت لازم تتعلم من غلطه الناس بتاعه السنه اللي فاتت. تاني حاجه ان انا احل عليها من كتاب واحد، ويفضل ان يكون كتاب الامتحان مستواه اللي هو اول مستوى بتحله بعد ما تكون خلاص مذاكر الماده لاول مره، وبعد كده ممكن على الشوامل تحل من كتاب تاني لو اتسنى معاك الوقت. مفيش وقت عادي خالص، ممكن انك تحل في المراجعات وخلاص. تالت حاجه بالنسبه للمصادر، اكيد مش هنقدر ان احنا نذاكر ولا نخلص الحاجات اللي ورانا دي من غير ما يكون في مصادر كويسه نعتمد عليها. اول حاجه بالنسبه للمعسكرات، ففي قناه الشيخ جميل في الفيزياء كانوا عاملين معسكر على الفصل الاول، ودلوقتي عاملين معسكر على الفصل الثاني، بيبقى عباره عن شرح للتريكات وحل كتير وحل عصير كتب كمان. فهسيب لكم طبعا كل
اللينكات اللي هتكلم عنها في وصف الفيديو، اول تعليق على الفيديو، وكمان في قناه التليجرام، فما تنسوش ان انتوا تنضموا ليها. بالنسبه للشرح المجاني فالمتوفر لدفعتكم وبينشر اول باول هو طبعا مستر احمد ابو عرب ومهندس محمود صلاح، بس اعتقد ده شرح قديم بتاع مهندس محمود صلاح، بس مستر او مهندس احمد ابو عرب ناشر شرح جديد السنه دي، بجد تابعوه هيستفادوا جدا منه لو اي حاجه وقع منكم. تالت حاجه وبالنسبه لي ده الكنز الحقيقي على اليوتيوب، حتى لما انا كنت مشتركه مع مدرسين اونلاين، حتى لما انا كنت في السنتر ما كنتش بستغنى عن الحل على اليوتيوب، سواء مثلا بحل في كتاب فقابلني اسئله صعبه فبروح اشوف الحل بتاعهم، ان انا لو في فصل معين مزهقني في الحل بتاعه، مثلا الفصل التاني ما كنتش بعرف احل خالص خالص على جزئيه الاجهزه، يعني انا كنت حافظه مكونات الجهاز وعارفه تركيبه وكل حاجه بس ما بعرفش احل خالص على الاجهزه، فكانت قنوات الحل دي هي الحل، ان انا اشوف حل على الفصل التاني الدرس الرابع اللي هو درس الاجهزه، واقعد ورا المستر احل سؤال بسؤال. دي كانت حاجه بتخليني بيرفكت اللي هو حرفيا انا رايحه جاهزه احل اي سؤال وخلاص انا متدربه عليها، ما دام انا بحل ورا المستر، وبعد كده اقوم موقفه الفيديو واحل السؤال تاني مع نفسي عادي. هتقولوا ايه ده هو احنا لسه في ابتدائي نحل ورا المستر تاني؟ ايوه الطريقه دي بتنفع جدا وهي اللي هتخليك بيرفكت اصلا، رغم ان هي بسيطه خالص. قناه طبعا الشيخ جميل في الفيزياء بيحل كتب كتير برضو، ومستر احمد السجاعي، قناه الفيزياء والحياه مهندس محمد وصفي، وقناه مس اماني منصور بتنشر تريكات كتير جميله جدا هتستفادوا منها، وقناه مس منار ناصر هي بقالها كتير مش بتنشر بس الحاجات القديمه برضو بصراحه طريقه حلها بسيطه جدا وبتسهل عليكم الدنيا. تالت جزء من فيديو النهارده وهو التريكات، وعايزه اقول ان اول تريكه في حل الفيزياء هي انك ما تخافش. انا بجد اكتر حاجه كانت موقفاني في الفيزياء فكره الخوف، ان انا كنت اصلا بخاف ابدا في المساله عشان بس المساله شكلها كبير عليا، او المساله ديت جايه من مثلا مستر محمد عبد المعبود فانا حاسه ان هو حاطط المساله صعبه فانا مش هعرف احلها، او ان انا في الامتحان حاسه ان الدنيا صعبه فخلاص انا ده امتحان ثانويه عامه وفيزياء فانا خايفه. فاول حاجه الغي فكره الخوف، انا الخوف دايما كان بيقيدني في ثانويه عامه، الحمد لله لما اتغلبت عليه هي الحاجه اللي خلتني خلاص انطلق خلاص عيش حياتك. تاني حاجه وبروزوا الجمله دي في مخكم، الخوف قبل التجربه عجز، فما تعجزش نفسك على حاجه انت اصلا لسه ما جربتهاش، جرب مره واثنين وثلاثه. والجمله دي المستر كان قالها لي، الحاجه اللي هتحاولي فيها مره واثنين وثلاثه وعشرة انت عمرك ما هتنسيها طول حياتك. دلوقتي انا فاكره المسائل اللي كانت بتقف معايا في الفيزياء لان انا كنت بروح للمستر علشان يحلها لي واقول له انا حاولت فيها 10 مرات وما عرفتش احلها. تعود دماغك ان هي ما تبقاش اعتماديه، اللي هو انا ما عرفتش المساله فخلاص هجري على المدرس يعرفني حلها، انا ما عرفتش المساله فهجري على الاجابات تعرفني حلها. انت بتعود دماغك ان هي ما تكونش اعتماديه، فلما تتزنق في موقف زي ده في الامتحان هتعرف تتصرف. ان المساله دي والقانون بتاعها والدرس بتاعها بيثبت جدا في دماغك، بان انا بعد ما اخلص المساله خلاص والمدرس عرفني حلها باخدها احلها 3 مرات، وبعد اسبوع او مثلا لو عندي شامل، علشان الصراحه مش من الناس اللي هي بعد اسبوع باجي افتح الحاجه لوحدي، لازم يبقى عندي شامل عشان افتحها، خلاص بقوم جايه حله السؤال اللي انا غلطت فيه تاني بخبيه على الحل واحله تاني، فده بيثبته معايا جدا. والحاجه اللي انا غلطت فيها بروح اراجع الدرس بتاعها كله او اراجع الجزئيه بتاعتها، لو هي مثلا صفحه كامله هراجع الصفحه الكامله دي علشان انا ممكن اكون كروتها ممكن اكون مش فاهماها قوي، فده كان بيفرق معايا جدا. تاني حاجه وبجد ضيعت ناس كتير بسبب ان الامتحان اختياري، فهو مش هيحاسبك على الخطوات اللي انت عملتها، هيحاسبك على الناتج. مهارات الاله الحاسبه يا جماعه، في ناس كتير والله كانوا شاطرين وبتقول لي انا عامله الخطوات دي كلها، يعني صحابي كانوا انا عامله الخطوات دي كلها زيك، بس المساله انا لما دخلتها على الاله الحاسبه نسيت اعمل القوس الفلاني، نسيت اعمل القص ده صح، فبالتالي طلعت لي الاله الحاسبه الناتج غلط، والناتج كان موجود في الاختيارات واخترته وللاسف المساله طلعت غلط، مجهودها كله ضاع بسبب بس ان هي مش عارفه تستخدم الاله الحاسبه. فهسيب لكم فيديو برده في الكومنتات ازاي تعرفوا تستخدموا الاله الحاسبه بكل مهاراتها، فدي حاجه مهمه جدا اوعى تضيع درجاتك عشانها، تقدر قيمتها قوي في لجنه الامتحان، ومش لازم تستنى في المراجعه النهائيه او لما تيجي تحل شوامل عشان تعملها، هي الحل بتايمر. انت واخد يا عم 20 سؤال 40 سؤال واجب، اعمل لهم تايمر ساعتين، اعمل لهم تايمر ساعه ونص على حسب بقى انت ايه قدراتك ايه، وكل مره قلل، يعني ركز مع نفسك انت بتحل السؤال في قد ايه، علشان كل ما هتقلل الوقت اكتر كل ما هتزنق نفسك وتتعود على التفكير في وقت قليل، كل طبعا ما ده هيفرق معاك جدا في لجنه الامتحان. هتشوف الناس قدامك بيتسحب منهم الورقه وهم لسه ما خلصوش اصلا حل الاسئله، وده حصل مع ناس شاطره فعلا قدامي، وانت ما شاء الله مخلص ومراجع وحلل في بابل شيت. ارجوكم حلوا بوقت بتايمر، سواء بقى بساعه في ايديكوا ساعه على الحيطه، التابلت بتاع ثانويه عادي خالص. انا عادي جدا في الاول انا ال 30 سؤال دول كنت بعد عليهم بالساعتين ونص ال3 ساعات حرفيا مش عارفه احلهم بسبب بعض التريكات برضو. اولا لما يقابلك سؤال صعب
ما تقعدش جنبه. يعني حرفيا انا كنت بقعد جنب السؤال ده، اللي هو انا قلت لكم هتحاولوا مره واثنين وثلاثه وعشرة، بس السؤال اللي قبلك صعب، انت خلاص جربت فيه مره ما نفعتش، اعمل عليه علامه واعمل عليه بالهايلايتر علشان لما تيجي تراجع للشوامل تراجعه، وبعد كده حل اللي بعده، حل اللي بعده، اللي بعده، وارجع له في الاخر. لما تتعود على الطريقه دي برده في اخر السنه في الامتحان تتعود انك السؤال الصعب ما تتوترش منه، عادي خالص، انا بس مش فايق لك دلوقتي، هعلم عليك وارجع لك في الاخر. لحد دلوقتي بعملها في امتحانات الكليه وبتفرق جدا جدا في انك ما تتوترش، في انك ما تضيعش وقت كتير في الامتحان، فدي حاجه هتوفر وقتكم جدا. ثالث حاجه وهي تحويلات الوحدات. في امتحان في ثانويه عامه كانت 2022 كان جايب لهم وحده كانت من مليمتر للمتر، وهي يعني كانت حاجه بعيده عنهم لانها مش بتتكرر قوي في الامتحانات، فركزوا في الوحدات وركزوا في التحويلات، الملي للمتر، السنتيمتر للمتر، المايكرو، وهكذا. احفظوا الوحدات دي، انا كنت كاتباها حتى في اخر كشكول الفيزياء بتاعي، وكنت براجع عليها كل فتره للتانيه. ده اهم تريكات وانت بتحل واجب الدرس بتاعك، حل بتايمر، ما تبصش على الاجابات على طول على السؤال اللي انت ما تعرفوش، لا جرب فيه لحد اخر نفس فيك، وبعد كده روح للاجابات. والسؤال اللي انت ما تعرفوش وخلاص شفت الاجابه بتاعته، حله 3 مرات وحاول ان انت تحله تاني. لما يكون في شامل علم عليه بماركر وحط عليه ماركر، بحيث ان انت لما تيجي قبل شامل تحله تاني وتخبي على الاجابه، علشان دايما مخك هيحاول يعرفك ايه، لا ده انا عارف الاجابه دي، لا بايدك وبالقلم وحل تاني. بجد هتفرق جدا، مفيش حد بيتعب يا جماعه وما يلاقيش. انا عن نفسي عمري ما وصفت نفسي بان انا ذكيه، عشان كده كنت بخاف من الفيزياء، انا مش حاسه ان انا ذكيه زي الناس العبقريه اللي هناك دي. والحمد لله في ناس ما شاء الله كانوا بيحلوا السؤال في ثانيه كده وبيفهموا السؤال في ثانيه، انا الحمد لله جبت اعلى منهم، والحمد لله جبت 60 من 60. تاني حاجه برضو ما تتكسفوش ان انتوا تسالوا. كان في درس في الفيزياء، كان في الفيزياء الحديثه تقريبا، مستر بيشرح لنا ويسالنا انتوا فهمتوا؟ خلاص فهمنا، يقوم حط لنا سؤال على السبوره وكل واحد يجي له بالسؤال ده عشان يعلمه له. انا جيت يا جماعه المستر خلاص شرح السؤال ده وقال لنا فاهمين، فكل العيال قالوا اه فاهمين يا مستر ما اعرفش ايه، فانا حسيت اللي هو انا الوحيده اللي مش فاهمه، انا مش فاهمه، اللي هو مش فاهمه تماما، كان المستر ما قالش حاجه اصلا. فحسيت ان انا مش فاهمه خالص وعماله احل مش قادره، طب فاهميني ما اعرفش ايه، حاسه ان انا مكسوفه ومش قادره. فقمت قايمه ورحت للمستر قلت له انا مش فاهمه يا مستر. لقيت 4 بعدي جايين يقولوا المستر برضو ان هم مش فاهمين. يعني اكتشفت انها مش لوحدي، احنا بس مكسوفين ان احنا نسال. العلاقات البينيه اللي ممكن تزهقك خلال المنهج هسيبها لكم الفيديو ده لمس منار ناصر، بجد هيفرق معاكم جدا، فما تنسوش ان انتوا تشوفوه لو الدنيا دي مش مظبطه معاكم. معلش لو تقلت عليكم، بس بجد دي اهم حاجه وما ينفعش ان انا اسكت وما اقولهاش. الحاجات اللي انا اتعلمتها من لجنه امتحان الفيزياء، اول حاجه زي ما قلت لكم فكره الوقت حلو بتايمر. تاني حاجه بالنسبه لي بقى ودي كانت غلطتي شويه، فكره الخوف، ان انا كنت خايفه من الامتحان، بس هو ما كانش صعب خالص صدقوني. تاني حاجه سؤال المحول في المقالي، السؤال ده كان مقابلني وانا بحل في الاسئله العاديه، فانا السؤال ده كنت غلطت فيه وخلاص عرفت اجابته كده، عارفين اللي هو ايه، طنشت فكره ان انا احل السؤال اكتر من مره او اكرره، والسؤال ما اتكررش معايا تاني فاهميني. وانا بحل، فبالتالي لما جه قابلني في لجنه الامتحان انا اتوترت جدا، لان السؤال ده يا نهار ابيض ده انا شفته قبل كده، بس انا مش فاكره طريقه الحل بتاعته لان انا ما كنتش اتدربت عليه كويس. اخر حاجه وهي فكره ان انتوا ما تتغروش، دايما بيجيبوا كل سنه يقول لك ايه ده الفيزياء جت السنه اللي فاتت صعبه، خلاص السنه دي هيبقى الدور على الكيمياء. سيبكم من الكلام ده كله، ادوا لكل ماده حقها في المذاكره وما تهملوش في حاجه، ويعني ما كروتوش حاجه بمعنى اصح، بس اعملوا اللي عليكم وما تخافوش بجد يا جماعه. كنت دايما بحس بالتقصير، ولما اشوف حد مثلا بيحل كتب اكتر مني احس بالتقصير، عشان أنا حتى الكتابين اللي معايا مش بحلهم كاملين. انت بتتقي الله بتستغل المصادر المتاحه، صدقني ربنا هيكرمك ايا كان اللي انت بتعمله، حتى لو نص اللي غيرك بيعمله. حاجه مش عارفه ازاي انا ما ذكرتهاش في الاول، هي فكره الدعاء، والله بجد 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 يعني مواد انا كنت بادئه فيها ليالي الامتحان في الكليه، وحاجات كتير جدا كانت صعبه معايا، وحتى الفيزياء دي كنت دايما في ثانويه عامه ادعي اللهم يسر لي ماده الفيزياء والكيمياء، كنت ادعي كل المواد، بس الفيزياء بجد كنت بختصها جدا من الدعاء. فبجد انا ما كنتش مصدقه ان الدعاء ده يخليني الماده اللي كنت بحلم اجيب فيها 58، صدقوني انا كنت بالنسبه لي دي ماده يعني درجه كبيره جدا، الحمد لله اقفلها هي والكيمياء كمان، واللي هتكلم عنها باذن الله الفيديو الجاي. بس برضو اكتبوا لي اقتراحاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك عشان اتفقنا هنوصله ل 10000 لايك، وكمان اشتراك في القناه، وصلى الله وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، وبس مع السلامه.